عارفين أنا مين؟ أنا رقم واحد. فتحت التلفزيون من يومين كده واتنكدت قوي، لقيت 50 حد بيتكلم باسمي وأنا أصلا معرفهمش. اللي بيقول إنه رقم واحد في الفضائيات، واللي بيقول إنه رقم واحد في التغطيات الحصرية، وكمان حتى اللي بيقول إنه رقم واحد في تنظيف الغسيل وإزالة البقع. كل الناس دي أنا معرفهاش. أنا رقم واحد، وجيت النهاردة عشان أقول لكم قراري الأخير. رقم واحد بيقول إن رقم واحد في التغطيات واللقاءات وكمان الوصول للشباب هو إحنا، صوت شباب مصر. عارفين؟ أنا اتولدت في أكتوبر 2009 وعملت حاجات كتير قوي. عملت لقاءات قوية مع ناس كتير في نجم ونص، وكمان جبت أخبارهم في كلاكيت. ناقشت قضايا شبابية فيها جدل واسع في كلام رجالة، وكمان اهتميت قوي إن رسالتي توصل في إطار ديني شبابي مع متخصصين في المراية. الاختلاف سنة كونية والخلاف سنة شيطانية. ده غير إن سمعت أغاني قديمة واتسلطنت في جراموفون. كنت في الساقية دايما وبتكلم عن الجرافيتي والفن بشكل عام في جاليري أونلاين. ده غير إن ياما سهرت في من واحدة وانت طالع. عارفين؟ أنا ياما اتبهدلت في استادات مصر، اتمرمنت عشان أغطي كل الماتشات في 4-4-2. الحمد لله شاركت في مناسبات كتير قوي، وكنت بحاول أعمل أي حاجة تسعد أي حد وأكون دايما موجود وسط الناس. والحمد لله برضه في ناس كتير قالت لي أنت كويس يا ابني وكمل وعافر وهيبقى ليك مستقبل. عشان كده أنا معاكم النهاردة عشان بحاول أعمل مستقبل يساعد ناس تانية في مستقبلهم. إحنا صوت شباب مصر. نلاقي لنا ألف يوم بس إحنا نحلم. رجعنا لكم في اخر فقراتنا زي ما شفتوا في التقرير اللي شفناه من شويه. دوت كان البرومو للراديو احنا دوت نت. الراديو ده راديو شبابي موجود على الانترنت، بيقدم عدد من الموضوعات والبرامج المختلفه. مشرفنا دلوقتي في الاستوديو عدد من المذيعين في الراديو، وهي جيسي البوصيري مذيعه في الراديو. اهلا بيكي. تمام. خالد عبد الواحد مذيع في الراديو. أيوه. اهلا بيك، نورتنا. وعماد البشوتي مذيع في راديو اهلا بيك. نورتنا. ربنا يخليك. عاملين ايه؟ الحمد لله. نبتدي بيك يا جيسي. قولي لنا انت بتقدمي برنامج ايه؟ انا بقدم برنامج المزيكاتي. برنامج المزيكاتي. مش سامعك. المزيكاتي تمام. ودق يا مزيكا بقى وحاجات كده. المفروض ان بنعمل برنامج دلوقتي اسمه كبر دماغك. تمام. انا وعماد، واحنا على طول يمكن بنشتغل مع بعض. طيب كلمنا يا عماد بقى عن الراديو، بدايته كانت ازاي؟ الراديو كان بدايته في اكتوبر 2009. مجموعه شباب، كان خالد وفي الاول كان محمود سلطان وخالد، هم اللي فكروا في الموضوع ان هم حابين يعملوا يوصلوا صوت الشباب شويه اكتر. تمام. ابتدوا عملوا برنامج، ابتدينا نجمع ناس بقى، نشوف اعلانات، حاجات، ناس من اعلام نتكلم، نجيب ويجوا يقعدوا معانا، حد يذيع. ابتدينا نقسمها هيكل اداري، مين مدير مذيعين، مين مدير مؤدين، حاجات زي كده. وبعد كده مذيعين ومؤدين ابتدوا يشتغلوا فيها. تمام. دي كانت البدايه وطلع الراديو. بالظبط. ايه المشاكل اللي واجهتكم في البدايه وانتوا بتطلعوا الراديو؟ بس هو طبعا المشاكل اللي واجهتنا هي فكره اللي بتواجه البلد كلها، وهي التمويل للموضوع. لان هو التمويل، احنا تمويل ذاتي، احنا اللي بنصرف على الموضوع. يمكن دي اكبر مشكله او قابلتنا. وكمان فكره ان احنا عشان نوصل، خصوصا ان احنا لما بدانا كان لسه الموضوع جديد، يعني كان صعب ان حد يستوعب فكره يعني ايه راديو اونلاين، يعني بيشتغل في العربيه ولا لا. وكان بيجي لنا كومنتات لطيفه جدا على الموضوع ده، على فكره ان احنا ازاي نسمعكم على النت او ازاي نتواصل معاكم. ولكن الحمد لله بعد وقت قصير قدرنا ان احنا نوصل لعدد كويس من الناس من خلال فيسبوك واليوتيوب وتويتر، لحد ما الحمد لله عملنا قاعده كويسه من المستمعين يعني. حلو جدا. جيسي، جمعتوا ازاي فريق العمل من مذيعين ومعدين والمجموعه كلها؟ بص، هو راديو احنا بتاعنا كلنا. تمام. اي حد عايز يتواصل معانا بيجي بنعمل له تيست وبنشوفه يصلح او لا، وبنحاول نجمع على قد ما نقدر ناس كتيره قوي علشان نبقى اسره كبيره يعني. طب ليه عدد يعني؟ هل عندكم مساحه لكل العدد الكبير دوت؟ احنا ما بنحبش يبقى نفس الناس تنزل كل سيزون، بنحب ننوع شويه، وبنحب ان يبقى
كتير، بحيث لو حد وقع او حد عنده امتحانات، لان معظمنا يعني نفس السن بتاعنا اصلا، اللي لسه في جامعه او لسه متخرج، فممكن يبقى حد لسه عنده شغل او حد في الجامعه، ففي طب طالما اتكلمنا عن الجامعه بقى، عرفونا مجال دراستكم. انت الاول بتدرسي ايه بقى؟ انا خلصت لغه ترجمه الماني، ودرست اعلام بس جامعه امريكيه بقى، كورسات يعني في كل وانت يا حته. خالد؟ انا نظم معلومات. لسه بتدرس ولا خلصت؟ لا خلصت. كلنا تمام. متخرجين. تجاره. لسه بتدرس ولا خلاص؟ لا خلص. طب خلصتوا، ايه اللي خلاكم بقى تفكروا؟ قول لنا انت كده، ايه اللي خلاكم تفكروا في ان انتوا تخشوا مجال الاعلام؟ يعني لحد ما من في فئه مفقوده شويه اللي هو الشباب. مش اي حد، يعني الشباب ما بيحبوش يسمعوا قوي من نصايح ناس كبيره، تبقى صعبه بالنسبه لهم. لكن لو حد مثلا في سنهم ابتدى يتكلم عن مشاكلهم، ابتدى يطلع حلول ليها، ابتدى يتكلم عنها، فاعتقد ان هي كانت بتبقى بتقدر توصل اكتر. فكنا حابين ان احنا نقدر نحل المشاكل بتاعت الشباب اللي احنا عايشينها، او التيم بتاعنا الكبير اللي كل واحد بيواجه مشكله او كل واحد شايف حاجه بنقدر نتكلم عنها. تمام. حسيت بالبرد ولا لسه؟ لا لسه شويه. لسه شويه عشان انت لا عشان هسيبك هتبتدي بس شويه. طيب قول لنا يا جيسي، انتوا هل في طبيعه معينه او افكار معينه بتكونوا حريصين انها تكون موجوده في البرامج اللي عندكم؟ البرامج شبابيه بس اكتر يعني حاجه، الحاجه الشبابيه والمزيكا، شبابي اكتر ومزيكا. طيب والموضوعات اللي بتختاروها بيبقى بناء على ايه؟ بص، هو فكره الموضوعات يعني كل برنامج بيختار موضوعاته بناء على البرنامج نفسه وفكرته. المفروض ان كل برنامج بيقدم معانا بيبقى ليه وثيقه، بحيث ان هو يعني اوله فين واخره فين. هل البرنامج سياسي، فني، اجتماعي، بنعرف الدنيا ايه. فكره بقى الموضوعات، احنا بنتناول اللي بيهم الشباب. يعني حتى معظم برامجنا بتاخد موضوعاتها من الفيسبوك، من الناس. بنعمل فوت على كل الموضوعات اللي عندنا، وبنبتدي ناخد اراء الناس هم حابين يتكلموا ايه، سواء في الفن او في السياسه. لان معظم القنوات او معظم الناس اللي بتتكلم برضو من وجهة نظر معينة. لكن لو ننزل للشارع، وهو ده اللي احنا بنعمله، ان احنا برضو في حاجات كتير بننزل الشارع، بننزل الجامعات، بنتكلم براحتنا مع الناس، بنوصل صوت الناس بطريقة يعني اعتقد ممكن تكون كويسة. حلو جدا. نتكلم بقى على البرامج شوية. اتكلمنا عن البرنامج بتاعك وايه طبيعته وبتتكلم فيه عن ايه. تمام. في برنامج ده اسمه كبر دماغك، انا وخالد بنقدمه. اعداد هند بركات. ده البرنامج بيتكلم فيه 3 فقرات. اول فقره بنتكلم ان هو 2 اصحاب اتقابلوا في القهوه وقاعدين بيتكلموا بقى، بيناقشوا قضايا. اول فقره بيتكلم عن الجرايد، بنجيب اخبار من الجرايد ونبتدي نتناقش فيها. تاني فقره بنتكلم عن حادثه او حاجه حصلت في خلال الاسبوع، لانه برنامج اسبوعي. ففي خلال الاسبوع مثلا حاجه الزحمه اللي في الطريق، حاجه قابلتها في مصلحه حكوميه، حاجه من الحاجات دي بنبتدي نتكلم عليها وايه الحلول اللي ممكن نطرحها لحاجه زي دي. وفي الفقره الثالثه بيكون في مسابقه. بنعمل مسابقه بتبقى فيها جوائز عينيه او رمزيه، حاجات بتبقى بسيطه، يعني ممكن تبقى جوائز ماديه شويه. تمام. بيبقى في تواصل من الجمهور معاكم؟ طبعا، من خلال الفيسبوك وتويتر زي ما قلت لحضرتك، وكمان اليوتيوب. يعني في ارقام. وقت الحلقه فيه بيجي لكم تعليقات والحلقه بتتبث على الهواء؟ بالظبط. هو كل البرامج بتاعتنا اوريدي هي هوا. فيعني الكومنتس والدنيا كلها بتبقى في وقتها. يعني عندنا بس في مسجل. بتقدم حاجه ثانيه ولا هو البرنامج ده استخدموه انتوا الاثنين؟ حاليا لا، هو برنامج واحد. وبنعمل بقى دلوقتي بنحاول نوسع الدنيا شويه، ان احنا بنعمل برامج مصوره من خلال اليوتيوب. بتبقى انتاج راديو مصوره. يعني عاملين اول حاجه بدانا فيها هو برنامج ساكسونيا. هو برنامج بيتكلم عن ايه بقى؟ ساكسونيا بيتكلم عن المشاكل الاجتماعيه برضو. يعني مثلا عن اول الحلقات اللي طلعت كانت بتتكلم عن الثقافه اللي بنمر بيها في كل حاجه في حياتنا، في الاعلانات وفي الافلام، في بس كانت خرجتوا عن نطاق الراديو بقى في حاجات زي التلفزيون. هو ممكن يكون فكره الفيديو كدعايه للراديو، لكن الاساس الراديو اللي انت عايز تسوقه. بالظبط. طيب جيسي، البرنامج بتاعك المزيكاتي تمام. ايه بقى؟ هو كله مزيكا. بيتكلم فيه ان كل حلقه بيبقى فيها حاجه مختلفه. يعني ممكن مثلا حلقه الاندر جراوند، حلقه مثلا اغاني الشعبي، فكل حلقه بيبقى ليها تفكيرها. يعني انت بتتكلمي عن الاغاني بشكل مختلف في الحاجات كلها. طب ايه اكتر الموضوعات اللي انت بتناقشيها في الحلقات بتاعتك؟ هو المزيكاتي معمول بس للمزيكا، الموضوعات الخاصه بالمزيكا او الفرق اللي بتعرضيها؟ يعني بتكلم عن كل مغني غنى ايه، الالبوم بتاعه كان ايه، بدايته كانت امتى، شويه معلومات عنه، شويه معلومات عن الاغاني اللي غناها، الحفلات، لو ليه حفله قريب بقول الحفله يوم كذا في المكان الفلاني كده يعني. طيب في برامج مزيكا كتير جدا موجوده سواء في التلفزيون او على الراديو او على راديو، حتى راديو النت. انت ايه المختلف في البرنامج بتاعك عن البرامج اللي موجوده الثانيه اللي بتتكلم عن المزيكا؟ الطبيعي بتاع كل برنامج مثلا انه بيقدم اغاني، اي متصل بيقول انا عايز اسمع كذا بيشغلها له، او مجموعه اغاني مثلا. لا، انا المختلف بقى ان الحلقه يعني مقتصره على نوعيه معينه. يعني انا مثلا مش هشغل النهارده غير الاغاني الثمانيناتي بس، هي دي بس اللي موجوده معايا. بكره مثلا هشغل شعبي، لو اي حاجه ثانيه هو الشعبي الموجود عندي
كده يعني. تمام. طيب قول لنا بقى يا باشا، دلوقتي فكره انتشار راديوهات الانترنت، تمام. شايف ان دي حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه ولا حاجه بتتيح مساحه من التنافس ولا هي ما بتتسمعش اصلا؟ يعني شايفها ازاي؟ ان خلال من بدايه ما بدانا من 2009 في راديوهات كتير طلعت قوي، وفي ناس وقعت، وفي حاجات غريبه كده حصلت في النص. ولكن الاستمراريه هي اللي بتخلق كفاءه للمكان. تمام. فكره بقى راديوهات الانترنت، انا يعني توقعي الشخصي ان هو في خلال 3 أو 4 سنين مش هيكون اصلا في غير تي في نت وراديوهات نت وكل حاجه في الدنيا. يعني كل القنوات حتى او الاذاعات اللي ليها موجه كله هينتقل للانترنت. وده يمكن حصل في قنوات كتير وفي اذاعات كتير ان هم راحوا للانترنت، لان فعلا هو ده الجمهور اللي بيحقق نسبه للقنوات او للاذاعات دي. تمام. عماد، دلوقتي احنا شفنا بنشوف في عدد من الراديوهات على الانترنت اللي ممكن تكون في الخليج او دول خليجيه شويه، بداوا يعملوا ليهم ابلكيشن على الموبايل سواء اذا كان اندرويد او ايفون او غيره. هل انتوا ناويين تعملوا الخطوه دي ولا دي حاجه مكلفه وصعبه ان هي تبقى موجوده؟ لو احنا اوريدي اصلا ماشيين في الخطوات دي، ان احنا حاليا بنعمل ابلكيشن تنزل على ابل وعلى سامسونج وعلى كذا حاجه كذا موبايل، من شغالين فيها حاليا ان هي ان شاء الله في قريب هتبقى شغاله على الموبايلات. وممكن من خلال الابلكيشن ده اسمع الراديو عادي. بالظبط، عن طريق الموبايل والمشترك في الانترنت بتدخل تسمعه عادي، ما فيهوش مشكله. شايف ان الخطوه دي هتعمل انتشار اوسع ليكم؟ اكيد طبعا. يعني انت عارف حضرتك الموبايلات دلوقتي هي كل حاجه يعني انا في ايدي موبايل، فخلاص انا بعمل عليه كل حاجه. فبالتالي ان انا هسمع كمان اغاني بدل ما بقعد اختار اغاني او ما الاقيش الاغاني اللي انا عايز، بسمع اغاني وبعيد عن الاعلانات وبعيد عن يعني الربحيه اللي بتحصل في بعض الاماكن. لا، انت لما بتسمع راديو نت انت بتسمع فعلا طول اليوم اغاني صافي يعني. ما تمام. طيب جيسي، بعيدا عن البرنامج بتاعك في برنامج تاني اسمه توداي توب 104، ايه بقى بيتكلم على ايه البرنامج دوت؟ ومين اللي بيقدمه؟ لا هو مش 104. طب توداي مش هنختلف على توب 10 ده بيتكلم على اغاني بس كلها انجلش، اللي بيقدمه حسام كان عامل برضو قبل كده معانا هو وايشي، كان عامل حاجه كده في رمضان ريش كافيه، كانوا بيتكلموا عن كل حاجه تخص الشباب. المره دي بقى حب يغير شويه فدخل في الاغاني، بس الاغاني الانجليش بس. هيبقى من الحد للخميس كل الاسبوع كله بيتكلم ان في الحلقه 10 اغاني ويبقى عليها فوت والكلام ده. يوم الخميس هو بقى الاوبن داي، اي حد هيسمع اي اغنيه من المستمعين بيبعت له وهو بيشغلها. في اقبال كتير على البرنامج، ناس كتير بيكلموكم. اكتر حاجه ناس بتحبها لما انت تقول حاجه والمذيع يقولها، يعني تحس انك قاعد معاه، ما تحسش ان انت في وادي وهو في وادي، لا، او مكتب كومنت فانت بتقراه فتعمل الحاجه اللي هو عايزها، يسمع اغنيه او بيقول موضوع معين انت بتناقش فيه كده يعني. تمام. يبقى اقرب اكتر. اوتار الليل، الاسم ده حاسه قديم قوي جدا، بيفكرني كان زمان القناه الثالثه بتجيب كده همسات الليل وحاجات واغاني غريبه. ايه بقى اوتار الليل بيتكلم عليه؟ هو برنامج بيقدمه جاسر بدر، هو شاعر وهو بيتكلم عن الشعر، عن يعني من مختلف العصور ومن مختلف الشعراء، وبيبتدي يناقش القصه دي. تمام. بس يعني هو من مختلف العصور. وبيجي بالليل ولا اوتار الليل دي ما يعني هو بيبقى ميعاده بالليل؟ ملوش علاقه يعني. معظم برامج الاونلاين عاده بتبقى بالليل، لان هو ده الوقت اكتر وقت بيبقى الناس قاعده فيه وعليه اقبال. طب ده كويس. انت ممكن تقول لنا بقى دلوقتي انتوا كده بتبداوا البث بتاعكم امتى شايف الوقت المناسب انك تذيع فيه البرامج بتاعتك؟ هو افضل وقت ابتدي اذيع منه هو من 7 8 بالليل لحد 2 3، لان طبعا اللي قاعد على النت هو يعني ده احلى وقت. طيب وبقيه اليوم بتعمل ايه في الراديو؟ بقيه اليوم هو اغاني بس. طيب الاغاني دي مشتريينها بقى ولا بتبثوها؟ ماشيينها بالحب كده. ماشيينها بالحب دلوقتي، صح؟ بالظبط. طيب الناس بتقول ده بيتكلم على ايه البرنامج دوت؟ الناس بتقول له بتاع محمد عادل. محمد عادل. تمام. هو لا ده بتاع بيكا كمان. طيب كلمنا عن الناس بتقول. الناس بتقول بيكا هو برنامج برضو اجتماعي شويه، بيقدمه بلال ابو الحمد. يعني هو بيكا كمان كان عامل من واحده وانت طالع برنامج قعد 3 سنين تقريبا بيتذاع متواصل، والناس كان ليها اقبال، وهو حب يغير شويه منه، فهو بقى اسمه الناس بتقول، وبياخد شويه من الشارع. يعني هو بيبقى فيه حاجات، فيه مراسلات من الشارع الناس بتبتدي تحكي عنه. تمام جدا. دلوقتي يعني احنا بنشكركم جدا ونتمنى لكم البرد بقى. نعم البرد خلاص كده جبت اخركم. طيب تمام. يعني عماد البشوتي بنشكرك جدا ربنا معانا. خالد عبد الواحد بنشكرك جدا. جيسي الباسي بنشكرك جدا. شكرا وربنا يوفقكم ان شاء الله، ونشوفكم على موجه قريب جدا وكل الناس تقدر تسمعكم. شباب خلصت حلقتنا النهارده وختمناها براديو شبابي على الانترنت. يا رب تكونوا استمتعتوا، وان شاء الله بكره يكون يوم جديد ونشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم.